نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه: فاعتبروا يا أولي الأبصار. اعتبروا، خذوا العبرة مما تقع عليه أبصاركم فإن فيه العبرة. لما وقع الزلزال هذا في مراكش وضواحيها، نسأل ربنا سبحانه أن يرحم من مات من أهله، وأن يشفي المرضى، وأن يرفع الكرب عن المكروبين أجمعين. كان هناك تصوير من الذي تلقاه كثير من الناس، وأذيع حتى في كثير من القنوات الإخبارية التلفزيونية، أظنه في منطقة في مراكش في حي من أحيائها. ناس جالسون على قارعة زقاق وأحسوا بارتجاج ففروا إلى داخل الزقاق، ثم انهدم داخل الزقاق وخرج من خرج فارا أيضا. أظن أن هذا أكثر السامعين رأوا هذا التصوير. ربنا يقول: فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذا الإنسان إذا رأى خطرا حاول الفرار منه، لكن أين الفرار؟ ما يدرك أن الجهة التي تفر إليها فيها النجاة، ما يدرك أن الجهة التي تفر إليها فيها حتف. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يفر من بيته خوف الموت، فيذهب إلى الموضع الذي يموت فيه. فبادي الرأي تظن أنه لو بقي في بيته لما مات. الفرار، تدرون أيها الناس إلى أين يكون الفرار؟ إلى الله. ربنا يقول: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إذا فررت إلى الله لا يضرك بعد ذلك أين أصابك مقتل، لا يضرك. ففروا إلى الله، ثم الفرار. أنتم شو أنا قلت لكم؟ ربنا يقول: فاعتبروا يا أولي الأبصار. ترونه بأبصاركم، هذا رأيناه بأبصارنا، شفناه. يفرون الموضع الذي يفرون فيه. لا أدري بعد ذلك هل ماتوا هل نجوا، ما ندري هل مات بعضهم، الله أعلم. لكن الموضع الذي فروا إليه لم تكن فيه النجاة. وأنت لا تدري أيها الرجل، أيها المخلوق، لا تدري. هذا شيء حسم عنك علمه، حبس عنك، غيب عنك علمه. إذا جاءك ما تخشاه وفررت إلى موضع، هل ذلك الموضع الذي تفر إليه تكون فيه نجاة؟ أنت لا تدري. فأنت فر قبل أن يأتيك المحذور. قبل أن يأتيك المحذور فر إلى الله، تفر إليه. شوف حقيقة الفرار إلى الله هي عندما تقول: أعوذ بالله. أنت تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
تعوذ بالله أي تلجأ إلى الله من الشيطان الرجيم، تفر إلى الله من الشيطان الرجيم. ينبغي أن تعوذ بالله من كل ما تحذر. أعوذ بالله من الشيطان، وأعوذ بالله من شياطين الإنس، وأعوذ بالله مما أخاف وأخشى. أعوذ بالله هي أتخذ الله معاذا، أعوذ إليه، ألجأ إليه، أفر إليه، أهرب إليه. تقولها كل نهار أعوذ بالله. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه إذا أخذ أحدهم مضجعه في النوم، أذكار النوم التي علمها حديث الصحيحين، حديث البراء بن عازب، كان يعلم هذا الذكر: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة واضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلته برسولك الذي أرسلته، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. المنجا إلى الله، الملجأ إلى الله. تقول له وألجأت ظهري إليك. ظهري يا ربي عكزت عليك، درت عليك، بحال كتعكز على شي حاجة وكتطمئن، تلجئ ظهرك إلى الله، تستند إلى الله. علاش؟ لأنه المحرم، لأنه المفر. وربي إذا ربنا الرحيم حينما نفر إليه ما تيقول لناش عجيتي دابا وشحال درتي وفعلتي ويذكرنا بالسيئات ويوبخنا ويدير لنا. إذا فررت إليه وجدته رحيما، وجدته يقبلك، ما يطردكش، ما يبعدكش، ما يوبخش، ما يفكركش، ما يمنش عليك. رواه مسلم في الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تقعد الدنيا. سيدي ربي ديما تسيء بالنهار ويبسط لك يده بالليل باش تسيء بالليل ويبسط لك يده باش تتوب في النهار. ربنا دائما يبسط يده لعباده، يبسطها لتمد يدك إليه تتوب. ربنا سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي أو الذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. أيها الناس، ربنا سبحانه يقول: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ما أمرنا للشيء إذا أردنا، ربنا إذا أراد شيئا، إذا آمر شيئا أن يكون، فإنما ذلك الأمر كلمح بالبصر، على الذي تتلح عينك، تترمش بعينك، هو كان. ربنا إذا أراد شيء، ذاك الشيء ما يقول لا يراجعون، ما يقول ليش ما بلاتي شوية، لا ماشي دابا، لا تكيسوا على. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ما عندكش الوقت باش عاد تقول هذيك صافي، لا الله عطاه، قضي الأمر، قضي الأمر. فيا المتهاون في الصلاة توب إلى الله يغفرك. يا أيها المتساهل في الزكاة توب إلى الله يغفرك. يا أيها المتساهل في لسانه يخوض به في أعراض المسلمين غيبة ونميمة توب إلى الله يغفرك.
فر إلى الله منك. يا أيها المستسهل للزنا، شرب الخمر، الرشوة، فر إلى الله من ذلك قبل أن يجيئك الأمر الذي هو كلمح البصر. كيف الاعتذار؟ أيها الناس اعتبروا كما قال الله، فاعتبروا يا أولي الأبصار. كم سمعتم من سكران لقي حتفه وهو سكران، يمثل بين آخر لحظة له في الدنيا على معصية الله، يقبض على سخط الله وهو في موضع يسخط الله. كم من إنسان قبض وهو على بطن فاجرة، كم من إنسان قبض وفي جيبه مال أيتام، وفي جيبه مال رشوة، وفي جيبه كانت يقول تام بعد نفر إلى الله، تام بعد نتوب، تنشبع. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الآن أيها الناس ويد ربنا سبحانه مبسوطة لنتوب. روى الطبراني عن ابن عباس أن قريشا آتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا محمد ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا، جبل الصفا، يجعل لنا الصفا ذهبا، فإن أصبح ذهبا اتبعناك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه. النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هداية الناس، صافي غير هذه لا دارها لكم تهتدي وتطيعوا سبحان الله. فدعا ربه فأتاه جبريل عليه السلام فقال له إن ربك يقرئك السلام ويقول لك إن شئت أصبح الصفا لهم ذهبا، يعني لو بغيتي أصبح الصفا لهم ذهبا، فمن كفر عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. فقال صلى الله عليه وسلم بل باب التوبة والرحمة. نسأل ربنا سبحانه أن يرزقنا التوبة النصوح، نسأل ربنا سبحانه أن لا يقبضنا على سخط، نسأل ربنا سبحانه أن يرزقنا عيشة تقية وميتة سوية وما ردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم انصر أمير المؤمنين محمدا السادس نصرا تعز به الدين وتعلي به شأن المسلمين. اللهم أنبت ولي عهده نباتا تقر به أعين الصالحين، وهيئ له البطانة التي تعينه على الخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.